بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد في كل مكان على أرض الله يصل إليه نداء الحق. نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد المرحوم الأستاذ محمد أشرف يحيى بعزبة أبو يحيى، قرية ميت كنانة، مركز طوخ بمحافظة القليوبية. وجئنا إلى هنا مشاركة لأبناء هذه القرية، احتفالهم واحتفاءهم بافتتاح هذا البيت العامر من بيوت الله. فندعو الله العلي الكريم أن يكون هذا العمل في ميزان حسنات من قاموا عليه، وأن يدخلهم في زمرة من قال عنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الخير باق في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، مصداقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن نلتقي في هذه الأيام الكريمة. بالأمس كنا نودع شهر رجب، هذا الشهر الذي فيه التقت الأرض بالسماء، وفي هذا اليوم نحتفل ببداية شهر شعبان، شهر تحويل القبلة. ندعو الله العلي الكريم أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا ربنا صالح الأعمال. وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة أيها الإخوة المؤمنون من الحاج رياض محمد يوسف يحيى وإخوته الحاج أشرف والحاج حمدان والحاج خالد وجميع عائلة يحيى وأبنائهم، نيابة عن أبناء هذه القرية. وقد أقيم هذا البيت العامر من بيوت الله على نفقة الحاج رياض وإخوته، فندعو الله العلي الكريم أن يبارك لهذه العائلة، وأن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم. ويحضر معنا ويشرفنا فضيلة الدكتور صفوت فاروق أبو السعود، وكيل أول وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، ولفيف من الأئمة والعلماء بوزارة الأوقاف. ويحضر معنا الأستاذ الدكتور السعيد محمد علي، وكيل أول وزارة الأوقاف ومستشار وزير الأوقاف، وجمع من السادة الضيوف الذين شرفونا في هذه الاحتفالية المباركة. كما يحضر معنا ويشرفنا صاحب الدعوة الكريم بالنسبة لي على المستوى الشخصي أخي الأستاذ الدكتور عادل رشيد. أرحب بكل السادة الضيوف الذين شرفونا في هذه الاحتفالية بالنيابة عن الحاج رياض والحاج أشرف والإخوة الكرام، وندعو الله العلي الكريم أن يكون هذا العمل في ميزان حسنات من قاموا عليه. نستهل هذه الاحتفالية المباركة بتلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير، قارئ الإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والإسلامي والمحكم الدولي في القرآن وعلومه على مستوى العالم أجمع. وهذا الرجل الخلوق فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطروطي، والذي لبى الدعوة مباشرة
إكراما للحاج رياض والحاج أشرف وأخوته ولحضراتكم، فجزاه الله خير الجزاء. نستمع لفضيلته في هذه التلاوة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أنزلنا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة
الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يا سيدنا الله سبحانه من علام. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أنا من حلاك يا سيدنا، ربنا يديم علينا وعليك نعم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. اللهم اجعلنا منهم. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. بالله عليك ضربنا لنا يا سيدنا، ربنا يديم علينا وعليك نعم. بالله أنا عارف بقى بالله. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. التعريف رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
علمهم يا سيدنا. لا إله إلا الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. مش كل من أرى يا سيدنا. سبحان من علاك. الله الله الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما وإقام الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا سيدنا سحاب. ويديم علينا وعليكم نعم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى.
خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. أنا من علاك يا سيدنا لا تصبح إلا مقاتلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صف يا سيدنا صفي. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة المباركة. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، وكانت هذه التلاوة خير بدء لهذه الاحتفالية المباركة، والتي ننقلها من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد المرحوم الأستاذ محمد أشرف يحيى. وهذه الرحاب رحاب هذا المسجد بعزبة أبو يحيى قرية بيت كنانة مركز طوخ بمحافظة القليوبية. وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الحاج رياض محمد يوسف يحيى وإخوته الحاج أشرف والحاج حمدان والحاج خالد وجميع عائلة يحيى وأبنائه. ويحضر معنا ويشرفنا في هذه الاحتفالية المباركة صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور صفوت فاروق أبو السعود وكيل أول وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية. ويشرفنا بالحضور الأستاذ الدكتور سعيد محمد علي وكيل أول وزارة الأوقاف بالقاهرة ولفيف من الآئمة والعلماء بوزارة الأوقاف. كما يحضر معنا ويشرفنا نائب البرلمان الحاج عزيز سابق. فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أصحاب الدعوة الكرام أرحب بحضراتكم جميعا، وندعو الله العلي الكريم أن تعود علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منا ربنا صالح الأعمال. أيها الإخوة المؤمنون، وبالأمس كنا نودع شهر رجب، واليوم نحتفل ببداية شهر شعبان شهر تحويل القبلة. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وتضوع البيت الحرام سنا وماسا وغردا، وتطاولت أعواده والمسجد الأقصى شدا، وتساءل الحدثان والثقلان ما هذا الصدى، فأجابت السبع الطباق نورا بعالمكم بدا. فاليوم إسراء ومعراج أقيم لأحمد، جبريل نادى في السماء وراح فيها واغتدى، نادى الملائكة في العلا حي النبي محمدا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون،
ويرفع نداء الحق فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وبارك اللهم مقام محمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطارطي من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد المرحوم الأستاذ محمد أشرف يحيى بعزبة أبو يحيى قرية من جنان مركز طوخ بمحافظة القليوبية. وجئنا هنا مشاركة لأبناء هذه القرية احتفالهم واحتفالهم بافتتاح هذا البيت العامر لدين الله. وجئنا بدعوة كريمة من الحاج رياض محمد يوسف يحيى وإخوته الحاج أشرف والحاج حجاج والحاج خالد والجميع من يحيى وأبنائه. وهذا المسجد بني على مساحة 7 متر وملحق به محطة القياديات خدمة المواطنين. وهذا المسجد المحقق أقيم على نفقة الحاج رياض وإخوته، فندعو الله العلي الكريم أن يكون معه في ميزان حسناته ويحافظ عليه. ويحضر معنا ويشرفنا فضيلة الدكتور صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية نائبا عن معالي وزير الأوقاف، وسيكون خطيبا لمعلمنا هذه إن شاء الله. ويحضر معنا نتيجة الملائكة وعلماء وزارة الأوقاف، كما يحضر معنا ويشرفنا السيد المهندس حسن الزيات وكيل وزارة الزراعة في محافظة القليوبية، والأستاذ الدكتور عادل الرشيد ومن السادة اليوم. فأرحب بحضراتكم جميعا وكل عام وأنتم بخير، وندعو الله العلي الكريم أن يعملنا هذه الأيام بالخير والبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله
الحمد لله رب العالمين